السلام عليكم، صباح الفل عليكم. النهارده هعمل معاكم الارانب. في كذا حد كلمني وطلب مني طريقه طبيخ الارانب، فانا قلت اعملها معاكم النهارده. هنجيب ميه مغليه على النار. طبعا قبل كل دوت لازم تكون الارانب مغسوله كويس جدا بالدقيق وتتنقع في الليمون والخل والملح، وبعدين نشطفها كويس جدا، وبعدين نحط ميه على النار تغلي، وبعد ما تغلي هنسقط فيها الارانب زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعناها سقطناها في ميه بتغلي، خدت غلوه كده على النار. تمام كده. هنبدا ان احنا بقى نطلعها من الميه ديت، وبعدين هنرمي الميه طبعا، لان شايفين الميه عامله ازاي. هنشيل بقى الارانب كلها وهنرمي الميه ونشطف الارانب كده تحت الحنفيه من اي حاجه عليها، وبعدين نرجع تاني. تمام، رمينا الميه كده. هنحط معلقه سمنه بلدي. تمام، لان الارانب ما فيهاش دهون ولا حاجه. هنحاول نطعمها كده بمكعب زبده، معلقه سمنه بلدي اللي متاح عندكم، وهننزل الارانب بتاعتنا بقى تتشوح. واحده واحده كده هننزلها في الحله، ونشوحها بالطريقه دي بالراحه طبعا، لان الستيل بيلزق فيه. فهنستنى لما ياخد لون ويطلع، وبعدين نحط طماطمايه متقطعه، بصلايه، ونسيبها كده لما الطماطم تدبل وتنزل ميتها معانا علشان تدي للشوربه بتاعتنا لون الجميل. تمام كده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا: مستكة وحبهان، ورق لورا، 7 بهارات، كوبيبة صيني، فلفل اسود. نحط كل التوابل بتاعتنا وبعدين نقلب تشويحة كده مع التوابل. طبعا الريحة خطيرة. هنبدأ بقى نحط المية بتاعتنا. تمام كده. هنغطي الأرانب بالمية وبعدين نسيبها تستوي براحتها خالص، ونرجع نشوفها زي ما انتوا شايفين الشوربة لونها عامل ازاي. طبعا نكون حطينا الملح بتاعنا، نسيت اقوله. هنشوف كده استوى معانا زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله استوى خالص. هنطلع بقى كل الارانب بتاعتنا عشان نبدأ نعمل الملوخية. كله استوى. طبعا تقطيع الارانب زي ما انتوا عايزين يا جماعة. في الناس بتقطعها بقى يعني غير كده، ده يرجع لكم. تمام. هنبدأ بقى ناخد الشوربة للملوخية. تمام كده.
واول ما الشوربه غلت معانا سقطنا الملوخيه. دي ملوخيه جايباها كيس كده جاهز. تمام، خدت غلوه اهي. هنعمل بقى الطشه بتاعتنا الجميله. معلقه سمنه بلدي، معلقه توم مفروم، واول ما يبدأ ياخد اللون هنحط معلقه كزبره ناشفه، وبعدين نروح ساقطينه على الملوخيه. نحط بقى في الطاسه كبشتين كده. ايوه، هما دول الشويه اللي فيهم الخلاصه في الملوخيه كلها. تمام كده، وبقت الملوخيه بتاعتنا جاهزه. تمام كده. الملوخيه جهزت معانا. هنحمر بقى الارانب بتاعتنا، او اللي عايز ياكلها مسلوقه كده طبعا براحتكم. ونبدأ بقى نحمرها. طريقته سهلة جدا بس قيمته الغذائية عالية جدا يا جماعة. لو في حد نغير بقى ونعمل أرانب. تمام، اتحمرت معانا اهي ما شاء الله. هنبدأ بقى نطلعها وترشوا عليها بقى الدقة الجميلة بتاعتكم، ملح وفلفل اسود وشوية كمون براحتكم بقى. ما شاء الله. تمام كده، كله جاهز معانا. ادي الارانب اتحمرت بالشكل ده، رشينا عليها الدقة. تمام كده. وادي الملوخية بتاعتنا جهزت. تمام، وادي الغدا بتاعنا جهز معانا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش يا جماعه بالاشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو.